السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. في تعليقات جاية كتير قوي لأشرف ومريم، ويا ريتها تعليقات حلوة يصلحوا بينهم وبين بعض. لا، ده عايزين خراب بيوت. بيقولوا لأشرف: ازاي انت تسكت لها على انها هي حلقت لك شعرك؟ كنت ساعتها طلقتها. وبيقولوا لمريم: ازاي انت تسكتي له على كده؟ ازاي يكسر الشقة؟ وكمان ازاي ما طلبتش منه الطلاق؟ اوعي ترجعي له، ده انسان مش مضمون ابدا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا جماعة، اللي يقدر يقول كلمة حلوة يقولها، ما يقدرش يقول كلمة حلوة يسكت. خراب البيوت مش بالساهل، خراب البيوت مش بالسهل. الاتنين غلطانين، الاتنين غلطانين. مريم عارفة قد ايه جوزها شعره غالي عنده جدا، ومن ساعة ما عرفته وهو بالشكل ده تقوم تجيب المكنة وتخليه نايم وتحلق له شعره؟ ده ما يرضيش ربنا، حتى لو بتعمل مقلب فيه. لا، مقلب مش حلو، خصوصا ان انت عارفة ان جوزك من النوع العصبي وبيتنرفز بسرعة وما بيستحملش. تقومي تعملي فيه مقلب كده؟ يعني ما يصحش خالص. وهو كمان رد فعله لما صحي ولقاها بتحلق له شعره، قام منطور مفزوع، ما مش شايف قدامه، ما عرفش هو بيعمل ايه. كسر الشقة، كسر الأوضة، العفش كله. بردك مفروض يا أشرف ما تبقاش عصبي بالطريقة دي. أي نعم، المقلب اللي عملته مريم فيك مش حلو، بس بردك المفروض لازم تتحكم في نفسك وتحكم في أعصابك. هي مريم دلوقتي لما راحت عند مامتها وهو راح يوديلها الورد ويصالحها، هي رفضت انها تقابله، ورفضت انها تدخله الشقة اصلا، ورفضت تاخد منه الورد. وهو كمان غلطان لما راح يقول لها انا جاي اصالحك غصب عني. فمفيش واحد رايح يصلح مراته ويقول لها انا جاي غصب عنك، خصوصا ان انتوا الاتنين غلطانين، ومش المفروض تعملوا المقالب الوحشة دي. الواحد عايز يعمل مقلب خفيف، لكن مقالب انت تغيظها باصحابها لما يجوا البيت، وتقعدوا تقول لها اكلك وحش واكلك مش عارفه ايه، وتغازل في اصحابها، وهي تحلق لك شعرك وانت نايم. شوفوا اخرة المقالب بتعمل ايه. مع ان انتوا الاتنين بتحبوا بعض وما تقدروش تستغنوا عن بعض، بس شوفوا العند والمقالب اللي انتوا بتعملوها في بعض وصلتكوا لايه. وصلتكوا ممكن للطلاق، بعد الشر عليكم. والناس ايه يعني؟ الناس ما شاء الله عليهم قايمين بالواجب والزياده. طلقها يا اشرف، ما دام عملت معاك كده يبقى ما تنفعش. وانت يا مريم ازاي تقبلي ترجعي له وبعد ما عمل معاكي كده؟ ده مش مضمون، ما ترجعلوش، اطلبي الطلاق. طلاق ايه يا جماعه؟ ده لسه متجوزين من كام شهر، طلاق ايه؟ هو المفروض يهدوا ويبطلوا المقالب اللي بيعملوها في بعض دي. شوفوا لكم اي محتوى تاني. في ناس بيقولوا لا، ده هم عاملين كده، ده هم عاملين الموضوع ده عشان يطلعوا ترند، عشان هما كده عايزين يغيروا عفش الشقة، لان تقريبا معرفش اتسرق، يعني الناس نصبت عليهم في العفش او حاجة زي كده. فكده هم ناويين يغيروا عفش الشقة، فهم بيعملوا كده عشان يطلعوا ترند. يعني كله تمثيل، الله اعلم. انا ما اقدرش اقول صح بيمثلوا او ما بيمثلوش، انا ليا اللي قدامي، ما الله اعلم هم نيتهم ايه من جواهم. بس صراحة اللي احنا شفنا ده ما يصحش، ولا التعليقات اللي الناس بتقولها دي تصح. اللي عنده كلمة حلوة يقولها. ده الكلمة الحلوة صدقة يا جماعة، الكلمة الحلوة صدقة. وانتوا عايزين تخربوا بيت الراجل والست وهم لسه متجوزين من كام شهر. ربنا يهديكم،
ربنا يهديكوا كده يا رب، وان شاء الله يا مريم ترجعي لبيتك وجوزك وانت عارفة ان هو ما يقدرش يستغنى عنك، وانت كمان وهو كمان ما يقدرش يستغنى عنك، انتوا الاتنين ما تقدروش تستغنوا عن بعض. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. يلا يا بنات عشان ما اطولش عليكم الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامة.